موضوع الجلطات والناس اللي عندها جلطة، ربنا يحمينا ويحميكم يا رب ويحمي كل حبايبنا. أهم حاجة في الموضوع ده حابب أتكلم فيها إن مريض الجلطة أو حتى المريض اللي عنده سيولة وبياخد أدوية لتظبيط السيولة، الناس اللي جالها جلطة قبل كده أو أي حد ماشي على أي أدوية سيولة، نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا: نزيف في المخ وأكتر النزيف خطورة. ومشكلة الاتنين إن هما بيعملوا نفس الأعراض بالظبط، اللي هو نزول في نص الوجه كده، الفم بيبقى نازل، حتى الجزء ده من العين برضو بيبقى نازل. موضوع ان الكلام ده بيبقى فيه تلعثم في الكلام، ممكن يبقى فيه عدم تركيز من المريض، قد تصل الى فقدان الوعي. مريض الجلطة مثلا، كل اللي في البيت او الناس اللي متابعه الحاله بيبقوا عارفين ان ده مريض جلطة سابقا مثلا، وبتظهر عليه اعراض الجلطة اللي جات له قبل كده، فبالتالي الرد فعل الطبيعي لاي حد انه والله خلاص احنا بنديله دواء السيوله اللي هو بياخده. والله في الحاله دي لا، ده لو كان مريض جلطه سابقا وتم التعامل معاه في المستشفى وربنا كرم وخف، خلاص انا بتعامل معاه عادي بادويه السيوله اللي اتكتبت له او اللي هو ماشي عليها. طيب الاعراض دي ظهرت تاني، لا، هنا انا كل اللي بعمله في الحاله دي ان انا بوديه المستشفى، لا بديه دواء سيوله ولا بتعامل معاه باي شكل من الاشكال الا الحاجات الفيرست ايد اللي كلنا عارفينها طبعا. لو حصل يعني ايه اي مضاعفات غير مسبوقه او ايه، او الاعراض دي كانت شديده جدا، لان المشكله الكبيره معاك مش في ان دي تكون جلطه زي كل مره، ان ده يكون نزيف في المخ، لان الاثنين زي ما قلنا نفس الاعراض. فدي حاجه لو ما خدناش بالنا منها ممكن يعني نزيد الامر سوء، وبرضه الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى.